اتمنى محدش يفهم الموضوع ده غلط. انا هشرح لك غريزة صعبة جدا، تمام؟ تفتكر ابوك لما بيضغط عليك ان انت تتجوز، ويا ابني انا عايز افرح بيك، ويا ابني مش عارف ايه، تفتكر هو عايز يفرح بيك بجد ولا في سبب تاني هو اللي بيحركه؟ فكر كده فيها. في الحقيقة ولا هو عايز يفرح بيك ولا حاجة، وفي نفس الوقت هتلاقي واحدة من ناحية تانية بتمضي وصولات امانة وشيكات عشان تجهز بنتها وتتجوز، وتلاقي هي اتحبست مع انها عارفة ان هي هتتحبس. وابوك برضو ممكن يضغط عليك ان انت تتجوز اي جوازة وخلاص، لمجرد انك تخلف. ما خدتش بالك بقى ان الموضوع ده وراه سبب؟ مش ان هو يفرح بيك. ما هو لو هيفرح بيك، سواء ابوك او امك، مش هيتداينوا عشانك، مش هيلبسوك. مفيش واحدة هتمضي على نفسها وصولات وتتسجن. يعني مفيش ست بتحب كده طبعا. لكن في سبب تاني، وهو غريزة البقاء او غريزة الخلود لبعدين. ان الانثى او الست عايزة بنتها تكمل النسل بتاعها او ابنها كمان، تمام؟ ونفس الكلام في الراجل عايز يشوف جيناته وهي بتكمل. وهشرح لكم ده بيحصل ازاي. اول حاجة، محدش يعرف انت شبه مين اكتر من ابوك. ابوك من وانت عندك سنتين تلاتة بيعرف انت طالع لمين. تصرفاتك، طريقتك، طريقة تفكيرك، عيونك، شكلك. الغريب مش هيشوف ده، لكن هو بيبقى بيراهن عليك. ما خدتش بالك ان الاب ممكن يميز بين عياله، وممكن يحب الشخص اللي هو وحش، اللي هو جايب له الكلام، عن الشخص التاني؟ يا ريت يا رجاله ما حدش يتضايق من الكلام ده، انا بقول لك حقيقه علميه، تمام؟ عشان تفهم ابوك ليه بيعمل كده، يمكن انت تسامحه. ليه بقى؟ الموضوع كله ان هو شايف فيه ابنه، شايف راجل الفا، شايف تصرفات. بص، هو شايف نفس التصرف ده ابوه كان بيعمله، او هو كان بيعمله، او هو مازال بيعمله. فيعمل ايه بقى؟ يحب الطفل ده عن اللي مش شبهه. وده مش معناه ان التاني مش شبهه، لا، ممكن التاني يكون شبهه لكن ده شبهه اكتر. ده واخد مني مثلا صوتي وملامحي ونفس شقاوتي. التاني واخد مثلا شعري بس، لا، هيحب ده بقى. الموضوع ده ممكن يضايق، ها؟ يا ريت يتاخد بايه؟ بعفويه. طبعا نفس الحوار مع الام، تلاقيها بتميز بنت عن بنت. مش حوار عن قود العيله وان ده اصغر، مش كده خالص. لا، عادي بنشوف ستات بتفضل بنتها الكبيره عن التانية، عادي. بتعامل واحده على حساب التانية، مع ان الواحده اللي بتعاملها حلو دي على حساب التانية بتكون اوحش من دي بكتير، عادي جدا. نفس الموضوع، هي بتبقى شايفه صورتها في بنتها. يعني هي حرفيا شايفه نفسها وهي طفله. ابوك او لو انت بنت، امك مش بيفكروا في شكل واعي. هو عقلهم اللاواعي او عقلهم الباطن شايف نسخه مكرره. شايفك انت بقى او انت، على حسب، انت فيكي جينات اكتر فهتفضلك انت اكتر. وفي حاجة تانية، الانثى برضو، الست يعني والام يعني والاب بيفضلوها لو الابن ده طالع الفا، حتى لو مش شبههم قوي. ليه؟ لان الالفا ده هو اللي مفروض يتراعى. البيتا ده هيتداس على وشه وما بياخدش افضل جينات وكده. يعني لما يجي يتجوز هياخد واحدة في الغالب بتستغله. هكذا الحوار برضو مع البنت لو ضايعة، صحتها وحشة وشكلها مش احسن حاجة وجيناتها رايحة في داهية، في الغالب هتاخد واحد زيها. فما بيعتمدوش ايه قوي عليهم. لكن الشخص اللي طالع الفا، طالع مسيطر، شكله حلو، هيجذب، لا، يستثمروا فيه اكتر. برغم ان ده ممكن يكون ظلم، انا عارف الكلام ده، بس هي دي الحقيقة. فهو مش بيحبك انت على قدر ما بيحب الشخصية المتكررة فيك، هو شايف نفسه فيك. او الام برضو بتشوف نفسها في بنتها. طبعا، ويجي بعدها حوار الالفا، ان هو شخصيته تبقى حلوة، جيناته حلوة، والكلام ده، عشان ده اللي هيخلي النسل يكمل. لان في الاول وفي الاخر ابوك وامك متجوزين ليه؟ عشان يخلفوا عيل يتجوز ويكمل النسل. هي دي الغريزة، دي غريزة الخلود. في غريزة البقاء على قيد الحياة، وده طبعا مش هيحصل للأبد. فايه اللي يحصل اللي بعدها بقى؟ ان ايه؟ النسل يكمل. فابوك لما بيضغط عليك ويقول لك انا عايز اتجوز، عايز اتجوز ايه؟ لما يضغط عليك ويقول لك انت ايه، انت لازم تتجوز وانا هزعل منك، ويا ابني عايز اشوف لك عيالك يا ابني، انت بتاخدش بالك ان حتى لو انت اتجوزت وخلفت عيل، ويا سلام لو شبهه، يقعد يتفشخر بيه قدام الناس، ده طالع لي، ده مش ما خدتش بالك؟ لان ده حرفيا احسن ضمان انك تقدمه لابوك، انك حرفيا تخلي الابن اللي جاي منك ده في نسخة منه، حتى لو شبه واحد. حواجبه، صوته، طريقته، اسلوبه، ذكائه، طوله، عرض وشه، ملامح، اي حاجة هيتفشخر بيها.
هو كده ضمن ان النسل بتاعه بيكمل. فلو انت ابوك ما بيضغطش عليك انك تتجوز، او مهملك، او انت حاسس ان هو مش بيحبك، فده معناه حاجه من الاتنين ملهاش تالت. يا اما اخوك اللي هو بيفضله عليك واخد جينات منه اكتر منك، يا اما انت بلو بيل او بيتا، او هو فاقد فيك الامل. طب انت مطلوب منك ايه دلوقتي عشان تجبره يحترمك ويحبك اكتر من اللي شبهه؟ تنجح بشخصيتك، بجهاز مناعتك، تاكل اكل صحي، تعمل فلوس، تظبط الكلام. انت هنا بتقول له بص، برغم كده انا بقى معايا، انا هعرف اجذب الانثى. طبعا انت واحد جيناتك حلوه، معاك فلوس، معاك شخصيه، هتجذب اي انثى بسهوله. فاذا النسل بتاعك هيكمل بكل سهوله، ساعتها هيميل ليك غصب عنه. اتمنى بس قبل ما اكمل ان انت ما تكرهش ابوك، لان دي غريزه ربانيه وربنا مبرمجه عليها. يعني هو ملوش ذنب فيها، هو بيعمل كده بشكل فطري عشان يشوف النسل بتاعه بيكمل. يمكن تكون غلط، يمكن تضرك، يمكن انت مثلا تكون اتعاملت وحش وانت صغير وفضل اخوك عنك، هتقول انا ماليش ذنب وهو كمان مالوش ذنب. انت هتعمل كده مع عيالك. بس لما انت تفهم الموضوع ده، تحاول تفرق بقى وتفهم ان ده حرام، وان ابنك اللي طالع مش شبهك قوي ده ملوش ذنب والكلام ده. فحاول تتقبل حتة حاجة زي دي. لو ابوك عمل كده سامحه، عشان ايه؟ ما يتحاسبش والكلام ده. هو مش فاهم، انا باكد لك ان هو لو فاهم وعارف، اعتقد الموضوع كان هيتأثر. فحاول تفهم غريزة ابوك عشان انت تسامحه وتحمي نفسك قدام من ان انت تظلم عيالك. هو شايف فيك نسخة، انت اللي هتكمل النسل، انت اللي شبهه اكتر، انت الالفا، فميزك عن اخوك. فابوك ما بيشوفش احمد ومحمد وده شخص ذكي وده شخص خالص. هو بيشوف جينات، وفي نفس الوقت جينات هتكمل ولا لا. ما انت ممكن تبقى شبهه بس مهمل، ضايع، رايح في داهية، ساعتها ممكن يهملك برضه. ما اصل انت ما فيش واحدة هتاخدك، ولو واحدة خدتك هتكون واحدة ضايعة زيك. انما عارف لو انت مش شبهه قوي بس جيناتك توب وكل حاجه توب زي ما قلت لك وموارد وكله، هيحبك عن اخوك اللي شبهه. ليه؟ عشان انت هنا ضمنت له النسل اكتر. في الحقيقه ابوك واخد جينات جده، اللي جدك انت اللي هو ابوه، تمام، وابو ابوه. فاذا الجينات واقفه عندك انت واخوك، فهو لازم يعتني بيك او يعتني باخوك، او يعتني بالفرصه الاكبر ان النسل يكمل. على فكره معظم الناس اتظلمت. يعني كل البيوت اعتقد لو فيها اخين، اتنين توأم تحديدا او اتنين اخوات، الاب فضل واحد عن التاني، ده بنسبة فوق 99%. واللي يقولك غير كده كذاب، واحنا عارفين. وايه، محدش هيطلع يقولك اه ابويا ميزنا عن اخويا، او ميز اخويا عني. محدش هيطلع يقولك كده. في ناس بتعمل كده، بس في ناس بتخاف ما تجرأش تقول الكلام ده. لكن هي دي الغريزة. وزي ما قلت لك الشبه ده مش بالضرورة شكل، او ممكن يكون طول، عضلات، صوت، عيون، ملامح، ذكاء، طريقة تفكير، شقاوة. بص، ابوك هو اللي بيشوفك، انت ما بتشوفش. يعني من الاخر كده، من وانت عندك سنتين تلاتة وبدأت تتصرف وتفكر، ابوك بيعرف اذا كان هيحبك ولا لا. لو انت الوحيد ما انت مفيش غيرك. انما لو انتوا تلاتة اربعة خمسة، في ظلم هيحصل. انا عمري ما شفت اب عنده اكتر من عيلين تلاتة وما ظلمش واحد فيهم، لان التلاتة استحالة يطلعوا له هو، ولو طلعوا له اكيد بيبقى بنسب. فساعتها هيميز اللي شبهه اكتر، سواء في تصرفات او في شكل. هو عايز يا اسطى من الاخر يضمن ان تصرفاته، صوته، شكله، ايا كان طباعته هو، موجودة على الارض من بعده. احنا عارفين غريزة البقاء على قيد الحياة، احنا مش عايزين نموت، احنا عايزين نعيش لاخر يوم في عمرنا، وده مش هيحصل. طب ايه احسن حاجة بعد كده؟ ان النسل بتاعك يكمل، تشوف صورتك في اللي جاي. مفيش حاجة بتهدي غير كده. ولو تاخد بالك تلاقي دايما يقولك ايه، ابويا بيضغط عليا عشان اتجوز، ابويا مش عارف ايه. لو جيت ركزت هتلاقي الشخص ده ابوه كبير. ونفس الكلام للانثى، الام تقول ايه، انا عايز افرح بيك يا بنتي، لدرجة ان هي ممكن تمضي وصولات والحاجات دي وتتحبس كمان. دي مش فرحة، مفيش حد بيفرح بالطريقة دي. وطبعا هو بيقع في فخ، اللي هو فخ الفرحة. يا ابني انا عايز افرح بيك، انا عايز اشيل ابنك. هو في الحقيقة عايز يشيل الجينات اللي جاية منك، عايز يطمن ان المهمة تمت بنجاح. الغريزة ما تعرفش يعني ايه ديون، ما تعرفش يعني ايه حبس، ما تعرفش. عشان كده ممكن تلاقي اب عادي ممكن يتحبس عشان عياله، ممكن ام تموت نفسها عشان عيالها، وفي المقابل ممكن تلاقي ام بتهمل عيالها.
انا مش عايز ادخل في مواضيع جانبيه لان ده هيبقى ليها حلقات تانية، لان حقائق انا مش عارف اذا كنت انا هينفع اتكلم فيها ولا لا، بس ربنا يسهل. المهم ان الغريزه عايزه النسل يكمل باي شكل، يعني من الاخر كده الغريزه عايزه تزاوج، عايزه النسل يكمل بس، وابوك اداه للغريزه دي. انت يمكن لما تفهمها هتتحكم فيها، لكن هتتحكم فيها 100%. هنبقى بنضحك على بعض. يمكن الجمله دي من اصعب الجمل اللي انا ممكن اكون قلتها في فيديو قبل كده، يمكن ما قلتش زيها ولا هقول. ان اهلك مش مهتمين بيك ولا بطموحك ولا بنجاحك ولا باي حاجه، هم مهتمين بان النسل اللي هيجي منك. انت ناجح فبيفرحوا بيك، ما هو انت ناجح يعني الانثى هتنجذب لك، فاهم؟ هتاخد جينات حلوه، يعني هتخلف، يعني ابنك لو لا قدر الله تعب معاك موارد تعالجه، فهمت؟ مثلا صحتك حلوه بتروح جيم، امك بتنبسط بيك وكده، ونفس الكلام مراتك. يعني عيالك صحتهم هتبقى افضل، يعني النسل هيكمل افضل. لازم تتقبل حقيقة حاجة زي دي. هما ما عندهمش مشكلة في المقابل يتحبسوا، يخلوك تمضي على مثلا قايمة تلبس في واحدة مش افضل حاجة، لو هم حسوا ان انت مش هتتجوز، حسوا ان يومهم قرب ولسه ما شافوش منك الجواز، فيلا اتجوز وامضي يا عم، دي حتة ورقة، ما كل البلد ماضية. تلاقي ابوك اللي بيقولك كده، او الام تمضي عادي، ويا بنتي ماله ابن خالك المهم ان بنتها تتجوز. هم عايزين يشوفوا الناس اللي بيكمل، هم مش مهتمين بيك يا اسطى. حتى وابوك وامك بيربوك، بيصرفوا عليك عشان كده. طبعا الدين بيدخل في الموضوع ده اكيد، مش كل الابهات والامهات وحشة، لكن هنرجع ونقول الغريزة بتفوق اي شيء. الغريزة بيبقى ليها عامل اكبر. ممكن ابوك مثلا يكون عايز يعاملك وحش قوي، لكن عشان الدين يتحكم في الغريزة، يعاملك مش احسن حاجة. مش هقول لك وحش، بس مش هيعاملك حلو برضو. وفي النهاية انا مش بقول لك اكره ابوك او انت اكرهي امك، او انت اكره امك او ابوك، او انت اكرهي امك او ابوكي. انا بقول لكم بس ازاي تفهموه، عشان دي برمجة هو جواه، هو مش فاهمها. لو كان فاهمها كان الوضع يتغير. لو هو قريب لربنا واستخدم الدين اكتر، الموضوع هيتعدل. انما هتمحيه، والله ما في حاجة اسمها كده. وبما انكم عرفتوا امك ليه بتضغط عليك عشان تتجوزي، ابوك ليه بيضغط عليك عشان تتجوز، وطبعا البنت يقول لها يا بنتي فضحتينا، يا بنتي مش عارف، ونفس الكلام بيتقال للراجل برضه عادي، يا ابني عايز افرح بيك، ما هو كل واحد بطريقته. فلو انت بنت حاولي ما تستعجليش، ما تاخديش اي حد وخلاص. حاولي تفهمي امك بتعمل كده ليه، وهديها. قولي لها مثلا يا ماما انا مش عايزه اتجوز واحد مثلا يطلع بتاع برشام، او يطلع مثلا ما بيخلفش، انا عايزه اتجوز واحد كويس. وطبعا تكون طلباتك معقوله. ونفس الكلام ليك، ما تقولوش مثلا انا عارف انك بتضغط عليا وبتعاملني وحش، لا، انا والله بدور على واحده كويسه عشان الناس اللي يكمل. انت عايزني اتجوز واحده ضعيفه فالعيال يطلعوا ضعاف، فعيالي ما يكملوش. صدقني هو هنا الغريزة عنده هتهدى شوية، هيفهم ان انت شخص بتفكر، مش ناوي تقطع النسل. عشان كده دايما الشخص بيضغطوا عليه يتجوز، لو بدأ يتأخر عن الجواز ابوه وامه تحديدا بيضغطوا عليه، عكس الاخوات، عكس العمام، عكس الصحاب، ممكن يضغطوا عليه كده عادي. انما الاب والام هم الغريزة الاولية للموضوع ده. وفي الفيديوهات الجاية هحاول اشرح لكم الغريزة بتشتغل ازاي والكلام ده. وللمرة الأخيرة، أنا مش عايزك تكره أبوك، أنا مش عايزك تكره أمك. افهم غريزتهم ماشية ازاي، عشان على الأقل قدام ما تعملش انت كده مع عيالك، أو ما تعملش كده انت مع عيالك. واشوفكم في فيديوهات جاية يا رجالة.